تحية وبداية مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة وكالة ملوك المغرب. اليوم جاي نحلل ونشوف وقائع المباراة اللي جمعت بين الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي، ونتكلم على الأحداث اللي وقعت، والطرد ديال بدر بنون، والهزيمة اللي تلقاها الفريق البيضاوي، والآراء اللي خرجت بعد هذه النتيجة. قبل ما نبدأ، متنساوش ديروا متابعة للقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وأعطونا لأيك إذا عجبكم المحتوى، وشاركوه مع الأصدقاء. دابا نبدأ مباشرة، فالتفاصيل واضحة وطبيعية. الكوكب المراكشي كي ياخذ النتيجة والانتصار على الرجاء في الشوط الثاني. فاز فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم بهدفين مقابل شيء على الضيف ديال الرجاء الرياضي، فمباراة الجولة 23 ديال الدوري الاحترافي اللي تلعبت مساء اليوم الثلاثاء هنا بمراكش. ونرجع لمجريات المباراة. كان الشوط الأول حذر من الطرفين، وكان قليل فيه الفرص والهجمات الخطيرة. هكذا نطقناها بارجة المغربية بشكل طبيعي ومناسب لقناتك. خسارة الرجاء قدام الكوكب. الثلاثي فاشل في الرجاء. خسر فريق الرجاء الرياضي قدام الكوكب المراكشي، وظهر بالي مستوى اللاعبين الأساسيين، فالرجاء ما كانش في المستوى المطلوب، وأخفقوا في إثبات وجودهم وخلق الفرص ليقدروا يغيروا مجرى المباراة. الشوط الأول كان هادئ، وما كانش فيه خطورة كبيرة، لكن في الشوط الثاني تبدل الحال، وقدر الكوكب يسيطر على المباراة ويسجل هدفين. والسبب الرئيسي في الهزيمة هو الضعف اللي بان على أداء مجموعة من اللاعبين الرئيسيين، لي ما وفقوش في الربط بين الخطوط ولا في الخلق الهجمات، وظهر بلي لياقتهم وتركيزهم ما كانوش في المستوى ديال الدوري. هذه الخسارة زادت من الضغط على الفريق، وطرحت علامات استفهام كبيرة حول مستوى اللاعبين وطريقة اللعب ديالهم، خصوصا قدام فريق كان ينتظر منه الجمهور يقدم مستوى أحسن بكثير. بغيت مباراة الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي. خسارة الرجاء وغياب التركيز زائد طرد حسم المباراة. الشوط الأول كان متكافئ، الفريقين كانوا حذرين، وفرص التسجيل كانت قليلة بزراف، خلص بلا أهداف. في الشوط الثاني، الكوكب بدأ يسيطر شوية، والرجاء بقى بلا خطورة حقيقية. في الدقيقة 74 صارت النقطة لي غيرت كل شيء، طرد بدر بنون بعد إنذار ثاني، وكمل الرجاء ب10 لاعبين فقط. مباشرة جت ركلة جزاء للكوكب، سجل منها حمزة الجناتي الهدف الأول، وبعدها في الدقيقة الأخيرة زاد صالح السلامي هدف ثاني، وخلصت المباراة من 2-0 لصالح الكوكب. أسباب الخسارة باختصار: غياب النجاعة في الهجوم، فرص قليلة جدا، أخطاء دفاعية وطرد مبكر، ضغط على الفريق، أداء غير مقنع من مجموعة من اللاعبين الرئيسيين. تجمد الرصيد في 42 نقطة وبقى في المركز الخامس. هذا التحليل مكتوب بلهجة واضحة إليك النص مكتوب بالدارجة المغربية جاهز للقراءة. بدر بنون رفض يخرج من الملعب بعد قرار الطرد. في الدقيقة 74 من المباراة، الحكم أشهر البطاقة الحمراء، فوجه بدر بنون بعدما تحصل على إنذار ثاني، وقرر يطرده من اللقاء. لكن اللاعب ما قبلش القرار، وبقى واقف في مكانه، ورفض يغادر أرضية الملعب في البداية، وبدأ يحتج بقوة على الحكم وعلى قراره، معترض على كيفية احتساب المخالفة. الحالة خلقت شيشوش صغيرة في الملعب، وتدخل اللاعبين ديال الزملاء وطاقم التدريب باش يحاولوا يقنعوه يخرج ويتفادى عقوبات إضافية. وبعد محاولات كثيرة ونقاش طال شوية، رضخ بنون أخيرا للأمر وخرج من الميدان، وكمل الرجاء المباراة ب10 لاعبين فقط، الشيء اللي سهل المهمة ديال الكوكب، وسجل الهدف الأول من ركلة جزاء مباشرة بعد الطرد. هذا التصرف أثار جدل كبير،
حيث بغض النظر عن صحة القرار أو خطأه، فالقواعد تقبل بوجوب الالتزام بقرار الحكم فوراً، وعدم الامتثال ممكن يجيب عقوبات إضافية من لجنة التأديب مستقبلاً. مناسب تماماً تقرأه ففي إليك النص مكتوب بالدارجة المغربية، جاهز للقراءة والاستخدام في قناتك. هزيمة الرجاء البيضاوي. أحسن قرار هو استقالة الجميع. بعد الهزيمة الثقيلة لي تكلف بها الرجاء قدام الكوكب المراكشي